السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم سأقترح عليكم موضوعا خاص بالأعداد العقدية، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الدورة الاستدراكية. إذا أتمنى لكم التوفيق مسبقا. إذا فالموضوع فهو سبق أن طرح في أحد الامتحانات البكالوريا أحد الدول الشقيقة، أظنها الجزائر. إذا فالموضوع هو الآن أمامكم. حاولوا تركزوا فيه وتجاوبوا على الأسئلة بطبيعة الحال اعتمادا على ما سبق أن درستموه فيما يتعلق في هذا الدرس. إذا أول السؤال هو حل في المجموعة سي المعادلة ذات المجهول زد، اللي هو زد بار موان زان بلس إي غاسين 3 فوا زد أو كاري موان 2 غاسين 2 زد بلس 4 إيكال 0. إذا عطونا نقاط أ بي سي ذات الألحاق زد أ زد بي إكسترا، اكتب زد أ زد بي زد سي على الشكل المثلثي. استنتج أن النقاط تنتمي إلى نفس الدائرة. يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها. نضع ك إيكال زد سي سيغ زد أ. احسب الطويلة، يعني الطويلة هو المعيار ديال العدد المركب ك، والعمدة أو لارغيمون ديالو، ثم اكتبه على الشكل الجبري. استنتج القيمة المضبوطة لكل من كوس دو بي سيغ 12 وسينس دو بي سيغ 12 لتكون ان عدد طبيعي. نضع ال ان ايكال زد ا ان بلس زد بي ا بويسونس ان. بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان العدد المركب ال ان فهو عدد حقيقي. اذا هذه هم الاسئله. سننطلق الان الى الاجابه عن مختلف هذه الاسئله. انتم عندكم الوقت كافي لتوقيف الفيديو والشروع في الإجابة عن هذه الأسئلة. بعدها يمكن مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بدراجها في هذه الحصة. إذا بالنسبة للسؤال الأول وهو حل في المجموعة سي، إذا تلاحظوا بأن هذه المعادلة عبارة عن جداء، يقول بمعنى أنه غتكون عندنا يا إما زد بار موان زان بلس إي غاسين دو 3 إيكال 0، أو غتكون زد أو كاري موان 2 غاسين دو 2 بلس 4 إيكال 0. إذا بالنسبة لهذه يعني أن زد بار غتكون هي 1 موان إي غاسين دو 3، أو بيان z au carré moins 2 racine de 2 fois z plus 4 égale à 0. Donc voilà vous avez z. يعني أن z غادي يكون هو ماذا 1 plus i racine de 3. بالنسبة لهذه il faut chercher le discriminant delta اللي هو 8 moins 4 fois 4, c'est-à-dire moins 8 que je peux écrire 2 racines de 2 fois i au carré. وبالتالي غتعطيني دو سوليسيون اللي هما z1 est égal à moins b, donc il y a 2 racines de 2, moins 2 racines de 2 i sur 2, soit donc racine de 2 plus ou bien moins racine de 2 i, et z2 ça sera donc racine de 2 plus racine de 2 fois i. Et dans l'ensemble des solutions, j'ai trois solutions, soit 1 plus i racine de 3, soit racine de 2 moins racine de 2 i, soit racine de 2 plus racine de 2 i. Voilà بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الموالي وهو اكتب زد ا وزد ا وزد بي وزد سي على الشكل المثلثي. اذا هنا امور تكون سهله، ولكن بعض الاحيان الطالب تيه في بعض المتاهات. اذا بالنسبه لزد ا جو بو ديكري هي غاسين دو 2 فوا 1 بلس اي، يعني ان المعيار ديال زد ا غنطبق الخاصيات ديال النومبر كومبلكس، والمعيار ديال غاسين 2 اللي هو غاسين 2 تبقى المعيار ديال 1 بلس اي. اور المعيار ديال 1 بلس اي هو غاسين دو 2، دونك غتعطينا 2. وبقى لنا l'argument. Donc l'argument de ZA n'est autre que l'argument de racine de 2 plus argument de 1 plus i. Donc argument de racine de 2 est égal à 0. تبقى l'argument de 1 plus i هو بي sur 4، لأن من الأمور البديهية سهلة. وبالتالي نقول بأن ZA إذا الشكل المثلثي يكتب على الشكل التالي، فوالا 2 بي sur 4. إذا بالنسبة زد بي تلاحظوا بأن زد بي ما هي إلا زد بار، يعني غتكون هي نفس المعيار، ولكن الارغيمون غادي ياخذ السالب. إذا بالنسبة لزد سي، إذا عندنا زد سي إيكال 1 بلس إي غاسين دو 3، المعيار ديالها هو 1 بلس 3 صافي 4 غاسين دو 4 هي 2، دونك جو بو ليكريف فوالا 1 sur 2 plus i racine 3 sur 2 اللي هي دونك 2. تعرف بأن 1 demi هي كوس 2 بي sur 3. دونك فوالا بالنسبة لهذا السؤال زد ا وزد بي وزد سي. إذا بالنسبة تلاحظوا بأن زد ا معيار ديال زد ا إيكال المعيار ديال زد بي إيكال المعيار ديال زد سي. هذا يعني أن ا و بي و سي
تنتميان إلى دائرة مركزها O وشعاعها R. R شنو هو المعيار ديال الموديول دي زد أ دي زد اللي هو 2. دونك فوالا بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمروا دابا الآن السؤال الموالي. دونك هنا بينا بأن غادي نمشيو للسؤال الآخر، هو نضع، قال لك احسب المعيار. إذا عندنا ك إيكال زد سي سور 2 زد أ، بمعنى أن المعيار ديال ك غادي يكون هو المعيار ديال زد سي سور 2 هو المعيار ديال زد أ. وحنا سابقا قلنا بأن المعيار ديال زد أ هو المعيار ديال زد سي، دونك غتبقى هي ان دومي. الوغ فيما يخص لارغيمون، اذا لارغيمون دو كا، اذا كاين بعض الطلبه اللي غادي يمشي يبدا يعوض زد سي وزد ا وغادي يطول عليه وربما يقدر ما يوصلش للنتيجه المتوخاه. اذا بالنسبه لنا ارغيمون دو كا ني اوتر كو ارغيمون غنطبقوا الخاصيات ارغيمون دو زد سي موان ارغيمون ديال دو زد ا. دونك c'est-à-dire c'est argument de ZC, argument d'un produit n'est autre que argument ديال 2 plus argument غتولي هي moins argument de ZA. Argument ديال 2 puisqu'il est positif donc c'est 0, donc غتبقى هي argument de ZC moins argument de 4. Alors argument de ZC c'est déjà trouvé, c'est pi sur 3 والاخر c'est pi sur 4, donc هي pi sur 12. اذا فوالا، اذا ممكن نلقاو بان ك نقدروا نكتبوها على الشكل التالي. المعيار هو ان دومي والارغيمون هو بي سور 12. اذا الا بغينا نكتبوا على الشكل الجبري، يعني هذه شنو كوا سي ان دومي كوسينيس دو بي سور 12 بلس اي سينيس دو بي سور 12. غنخليو هذه ابار ونمشيو نكتبوها على الشكل الجبري، لاننا عندنا ك هي ماذا؟ هي زد سي سور 2 زد ا. دونك غنكتبها هنا ZC sur 2 fois ZA. Or, ZC est 1 plus I racine de 3 sur 2 racine de 2 fois 1 plus I. Donc, je garde 1 sur 2 racine de 2 à part. On va faire 1 plus I racine de 3 fois le conjugué 1 moins I sur quoi 2. لأن هذا 1 moins I fois 1 plus I هي 2. وبالتالي غتولي عندنا هي 1 sur 4 racine de 2. Voilà. C'est bien ça. fois هاد العملية غتبقى الآن غنديرها مباشرة. دونك غتولي هي ماذا؟ هي 1 fois 1 moins I هي 1 moins I plus I racine de 3 plus racine de 3. Voilà. Donc soi-disant هي 1 plus racine de 3 sur 4 racine de 2 plus I fois racine de 3 moins 1 sur 4 racine de 2. Et donc par analogie, on a déjà déterminé la forme d'LK, c'est-à-dire on a dit que K est égal donc 1 plus 1 plus 4 racine de 2 plus I fois racine de 3 moins 1 sur 4 racine de 2. وقلنا بأنها est égal à 1 demi, voilà, cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement 1 demi cos de pi sur 12, parce qu'on y a 1 plus racine de 3 sur 4 racine de 2, ou 1 demi sinus de pi sur 12 égale racine de 3 moins 1 sur 4 racine de 2. إذا من هنا نستنتج cosinus de pi sur 12 إذا غنضربو في جوج غتبقى هي 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2 et sinus de pi sur 12 ça sera donc racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Alors بالنسبة للسؤال الأخير وهو متعلق ب ln, donc voilà, c'est bien ça. Donc on a ln égale à ZA à la puissance n plus ZB à la puissance n. Alors n'oubliez pas qu'on a trouvé déjà ZA hier pi sur 4, 2 pi sur 4, et ZB égale à 2 moins pi sur 4. يعني من هنا نستنتج ZA à la puissance n, donc il y a 2 à la puissance n, n pi sur 4, ou ZB à la puissance n sera tout simplement 2 à la puissance n
موان ان بي سور 4. وبالتالي ال ان غتكون دونك هي ندير 2 على بويسونس ان اون فاكتور، غتعندنا هي كوسينيس دو ان بي سور 4 بلس اي سينيس دو ان بي سور 4 plus cosinus de moins np sur 4 plus i sinus de moins np sur 4. الوغ تعرفوا بان السينوس دو موان ان بي هو موان سينوس، دونك غتكون عندنا واحد سامبليفيكاسيون هنايا هذا مع هذا. كوس دو ان بي هو كوس بحال بحال، دونك يعني ان ال ان هي 2 على بويسونس ان، الوغ 2 فوا cosinus de np sur 4 ou bien 2 à la puissance n plus 1 cosinus de np sur 4. كما لا يخفى عليكم بأن هذا c'est un nombre réel لأنه appartient à R. Donc on a bien montré que Ln est un élément réel. إذن هذا هو التمرين الخاص بالأعداد العقدية، فهو تمرين كذلك من التمارين التي عجبتني بصراحة وارتأيت أن أتقاسمها معكم لتعم الفائدة. إذا ما بقى لي إلا نشكركم على انتباهكم، ما تنسوناش من اللايكات وكذلك المشاركة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وحتى نحن كذا نستافدوا من هذا المجهود الذي نقوم به. وإن لم يكن حتى ذلك فما تنسوناش غير من الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين، هذا ما نطلبه وهذا أضعف الإيمان. إذا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.